السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة يا رب. نبدي اليوم. طبقنا اليوم راح نسوي كباب عروق او كباب طاوة بس باللحم الدجاج. شفتوا مثل ما شفتوا الدجاج انا غسلته وخليت له الخل. طبعا هو نهائيا ما بيزفره بس للتأكيد يعني. غسلته وخليت له خل ونشفته. هنا راح اثرم بصل بهذه الطاحونة الحلوة. طبعا خليت الثوم، شفتوا شلون فريش ويخبل. طبعا هذا الثوم الفريش كلش اطيب من هذا اليابس، وتكون الريحة مالته اقل. طبعا بالنسبة اللي ما يحبون الثوم، هنا راح اخلي فلفل دارة او فلفل اخضر، وراح اخلي فلفل احمر، وراح اخلي معدنوس شوي، يعني من كل شيء شوي. صراحة شكو عندي بالثلاجة مال يعني التصفيات مال الثلاجة كلها أثرمها وأسوي هاي الطريقة. أما يا أخلي لحم مال غنم، يعني لحم عادي يعني مو، أو لحم دجاج. وهنا عندي هاي المخلل الفلفل هم ينطي طعم كلش طيب. وبالنسبة للبهارات عندي زنجبيل، عندي كركم، بابريكا، كزبرة يابسة، وشوية من البهارات المشكلة. وهذا عندي الماجي الدجاج كلش طيب، عاشت ايدش تقصق. طبعا قالت لي على هاي الماجي الدجاج اخذه من الشوك كلش طيب. هنا عندي نص كاسة من البرغل مالت التبولة الناعم، هم غسلته ونقعته. وهنا راح اخلي ورش ليمون يعطيها طعم كلش طيب. هنا راح اخلي فانيليا، هم طعم خرافي يصير. وباكيت ظرف من البيكنج باودر. هنا تشوفون انا ما اخلي السوائل لان اعتمدت على الخضار، راح اذب سوائل. وهنا راح اخلي الطحين عيني ميزان تقريبا كاسة طحين. هنا عندي تشوفون كل شوية، والله اصلا موشلة من المسواق. شفت ذاك الفيديو اللي فات هم خلص المسواق. فهنا راح اغطيه اتركه شوية وبعدين نقليه. هنا طبعا خلي الزيت وراح اقرص بيهن. وانتم تريدون طولانيات تريدوهن دائريات، يعني في الطعم كلش طيب. ومثل ما يقول غدا المستعجل، يعني مثل ما شفتوا اول بداية الفيديو. اليوم معزومة على عيد ميلاد صديقتي، اخو صديقتي، طبعا اخو صديقتي بألمانيا. فقلنا لازم نسوي لها مفاجأة وهي تفرح ويانا، وحتى لو هي كانت بألمانيا بس احنا علينا نقدم لها العيد ميلاد حتى من خلال البرنامج او من خلال الفيديو. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا الذهب، كملت اني كل غداي وخليت من عندي طلاب حتى ليصور لوصة تمن ومرق، واجي القى المطبخ خوسة. فاحسن طريقة اذا كانت عندكم عزيمة تسوون هالطريقة هاي وتجون تلقون المطبخ نظيف. والله رجعت لقيت المطبخ لوز. هنا طبعا دا اسوي لكم تمشاي حبايب قلبي. طبعا المشتاقين التركش وسيتي مول، ومثل ما تشوفون دا اشير لكم انه هناك راح اروح امشي بعد عبر التقاطع، وحتى نشوفكم المكان اللي كلش حلو. دا اشوفكم هنا تكرمون الشحاطات. هذه الشحاطات قولوا لي حلوه لو مو حلو. انا صراحه ما عجبتني، تدرون ليش؟ لان الحد مالته تشوفون هذا اللي يصير على الكعب، حس حد ويعور الرجل، يعني تشوفون شكلها حلو بيا خرز هاي، بس صراحه انا ما عجبتني لانه ما احسها مريحه. فهذا كان موجود عندنا احنا بتركيا. فدا اشوفكم حبايب قلبي مثل ما قلت لكم راح تشوفوا ناس سيتي مول. المشتاقين هذا الشارع يكملوا حتى يروحون وين على البحر. وهذا التقاطع طبعا هذه اللي طلعوا من تركيا اخاف مشتاقين. فاقول لكم هاي التصوير لكم حبايب قلبي. وحنون اقول لك كل عام وانتي بخير، وان شاء الله يا ربي العمر كله. وعندك اخت والله العظيم ذهب 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 والله العظيم، يعني خطير. طبعا كان الجو كلش بارد. فهسه اقطع الكلام وتعالوا شوفوا تجهيزات العيد ميلاد. يا هلا وهلاوات بقدها مرات حبايب قلبي. اليوم جينا عيد ميلاد حنونة، وهاي الحلوة تستحق. Hoş bulduk. Maşallah. Ne güzelsin ya. Teşekkür ederiz. Rica ederim. هاي الحلوة شفتوها حبايب قلبي شلونها طقبيلقع على قولتهم. يوم جينا هنا طبعا راسق عازمتني
عيد ميلاد اختها حنون وهي بالمانيا طبعا نسوي لها تشوفون. يلا هلا قولي هلا والخاله، يلا قولي هلا والخاله. هلا ما شاء الله. خلي يشوفونه. Evet, çok harika maşallah. Çekme. هاي انت باعتبار شو متألقة وهذا ما نقولش سندريلا. وهنا حبايب طبعا كملنا العيد ميلاد وشربنا الفنجان القهوة. حبايب قلبي إذا كنتوا أول مرة تدخلون على قناتي أتمنى المتابعة وتفعلون الجرس وتسوون لنا لايك واشتراك وتفعلون الجرس حتى كل شيء جديد يوصلكم من أكلات مهام. ولهنا نقول لكم مع ألف سلامة.